من أهم الأمور يا أحبة التي يذكرنا فيها الله تعالى في القرآن هي الوقت وأهمية استغلال هذا الوقت. لو سألنا الآن ما هو أغلى شيء تملكه، لا شك أنه هذا الوقت الثمين الذي يرفع من منزلتك ويكثر حسناتك، أو تضيعه فتضيع معك مستقبلك. لو رأينا إلى أثمن الأشياء في هذه الدنيا لوجدنا من يشتريها. هناك ناس معهم أموال وتجار يشترون ما غلا من السيارات وما غلا من الذهب وما غلا من غيرها، لكن هل يستطيع إنسان أن يشتري ساعة ذهبت؟ أبدا. لو معه أموال الدنيا كلها، لو قدم الدنيا كلها، لا يستطيع أن يعود ساعة إلى الوراء. لذلك يا أحبة الله تعالى يذكرنا في القرآن دائما بهذه الحقيقة: حافظوا على أوقاتكم. لكن ليس بهذا الأمر حافظوا على أوقاتكم، إنما يخبرنا الله تعالى عن الأموات ماذا يقولون. يقولون الأموات: يا ليتني قدمت لحياتي. يقولون الأموات: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الأموات: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لذلك لو ننظر إلى أهم صفات العشرة المبشرين في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، نجدهم يسارعون للخيرات، نجدهم يستغلون الأوقات في طريق الجنة. أبو بكر الصديق أول ما أسلم دعا إلى الله مباشرة وأسلم على يده عبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم من الصحابة. انظر من أسلم على يد خيار الصحابة رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن عوف يوم أن أسلم ذهب إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، ثم جاهد وأصيب حتى صارت يد الرجال تدخل في جسده من عمق الجروح، ثم وأصبح ينفق في سبيل الله نفقة عظيمة، حتى أنه من عظم نفقته مرة سمع من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا. فأتى عبد الرحمن بن عوف مسرعا قال: يا أمه أسمعت ذلك النبي؟ قالت: نعم. قال: فإن هذه العير عير آتية إلى المدينة، هزت المدينة من كثر يعني الدابة والكثر ما تحمل من خيرات ومن تجارة. فقال: فإن هذا العير كلها في سبيل الله، لعلي أن أدخل الجنة ماشيا. كانوا يسابقون الخيرات، يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. تجد كل أوقاتهم يستغلونها لكي يقتربوا من الله تعالى أكثر. فهذا الوقت وهذه الدقائق هي لك أيها الحبيب، هي أغلى ما تملك، أغلى من أموالك التي في رصيدك، أغلى من أملاكك التي في اسمك. هذا الوقت الذي يمضي الآن فاستغله حتى لا تندم عليه إذا لقيت الله تعالى. لذلك قيل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وأقول: وقتك كالسيف بحدته يقطع كشفير الأنصال، والكيس من دان لنفس كي يأمن يوم الأهوال. من عاد إلى الله بتوب وأزاح قيود الأثقال، فذنوب العبد تؤخره كم منعت خيرا وخصال.